تقريبا كلنا بنحب البرجر. بس ما بينجحش مننا في البيت، وفي وصفات كتير بقى عليه بصل، وكمان عليه بقسماط، وعليه حاجات كده كتير. النهاردة هعمله معاكم بالطريقة الأصلية بتاعته. هتجربوه هتعتمدوا الطريقة على طول، وهيعمل معاكم كمية حلوة قوي قوي. يلا بينا اقول لكم عملته ازاي. اول حاجة، عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليها 20% دسم. هقسمها لأربع قطع، وبعد كده هبدأ أشكل البرجر بتاعي. أنا هنا عندي مكبس البرجر، حطيت فيه كيس بلاستيك عشان اللحمة بتاعتي ما تلزقش، وفي كيس بلاستيك، وبعدين بدأت أشكله. لو ما عندكوش مفيش أي مشكلة، هنعمله على شكل دايرة. دلوقتي بقى هحطه كله كده، شكلته بنفس الشكل قطع متساوية، وهدخله الفريزر نص ساعة. في المرحلة دي بقى هنحضر أحلى صوص معانا. مش هنحتاج خالص نشتري أي صوص البرجر من بره. نص كوباية من المايونيز، عليها معلقة كبيرة من المستردة، ونص كوباية من الكاتشب، عليهم معلقة كبيرة من الخل. هننزل بقى بنص معلقة من التوم البودر والبصل البودر، وربع معلقة من الفلفل الأسود، ورشة بسيطة من الملح. هقلب كل ده كويس جدا، وهكون محضرة نص بصلاية متقطعة مكعبات صغيرة جدا، ونص خيراية مخللة. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة مليانة من البابريكا عشان تديني للصوص اللون الأحمر ده. وبكده نبقى خلصنا الصوص بتاعنا. هندخل بقى دلوقتي على مرحلة التسوية بتاعة البرجر. سهلة جدا جدا جدا. أول حاجة حضرت طاسة ما تكونش الحاجة مش بتلزق فيها. حطيت فيها معلقة واحدة من الزيت، هنحط الزيت مرة واحدة بس. هنزل بالبرجر بتاعي، هرش بقى عليه رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وما نبالغش قوي في رشة الملح والفلفل الأسود، تكون حاجة بسيطة عشان الصوص اللي احنا عاملينه. هتقولوا لي ليه ما عجناش اللحمة في البداية بالملح والفلفل الأسود؟ عشان لو عجنا بالملح والفلفل الأسود ده هيتسبب ان السوائل بتاعتي هتنزل من اللحمه وهتكش. لكن الطريقه دي هتخلي اللحمه بتاعتك محتفظه بكل السوائل بتاعتها ومش هتكش خالص. ما بحركش اللحمه بتاعتي او اقلبها على الناحيه التانية غير لما بحس ان الناحيه خلاص التانية دي خدت كده، يعني احمرت كده، فبقلبها على طول. وبرده بديها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. كل البرجر بتاعي هسويه بنفس الطريقه. لو عندكم طاسه كبيره تقدروا تحطوا اتنين اتنين وهتنجزوا جدا، وهتعملوها في وقت قصير. بفضل اضغط على البرجر بتاعي كده بعد ما بقلبه. ما بياخدش على كل ناحية كده، بياخد بالظبط 3 دقايق. البرجر بتاعك هيستوي جدا جدا، لان احنا كمان عاملين الطبقة بتاعته مش تخينة، طبقة رفيعة. شايفين احمر جدا، شكله بقى تحفة. عايزة اقول لكم طعمه حكاية، ما فيهوش اي افتكاسات خالص. تقدروا تعملوه في نص ساعة، هيبقى عندكم احلى غدا. بعد ما سويت البرجر بتاعي كله بقى، هنزل في الطاسة بقطعة من الزبدة، هسخنها كويس، وانزل بالكايزر بتاعي. لان الكايزر بتاعي لو ما اديتوش الصدمه دي لما احط عليه الصوص هيشرب الصوص كده، هيبقى طعمه مش حلو. لكن كده بيبقى مقرمش كده، بيبقى طعمه حلو قوي. برضو الخطوه دي اختياريه. دلوقتي بقى حمرت طبعا شويه بطاطس، برجر يعني بطاطس. حطيت بقى هنا من الصوص اللي احنا عملناه، وهحط بقى كابوتشا مقطعاها. طبعا رصة البرجر دي حاجة ترجع لكم. في ناس بتحب تكرمل بصل، بنقطع بصل كده ونحط عليه معلقة صغيرة من السكر ونكرمله مع معلقة سمنة. في ناس بتحب تحط بصل ني، في ناس بتحب تحط طماطم. طبعا رصة البرجر دي حاجة ترجع لكم. حطيت الكابوتشا بتاعتي، وهنزل بقى بالبرجر بتاعي. هحط هنا بقى، انا هنا مشتريه صوص شيدر بيبقى حلو قوي قوي. في ناس بتحب تحط قطع الجبنه الشيدر، برضو دي حاجه ترجع لكم. في كلتا الحالات الاتنين بيدوا طعم حلو قوي قوي. كتروا بقى، يعني ده البرجر بتاعنا احنا عاملينه في البيت، احنا عايزين نكتر. مهما كان تكلفته في البيت مش هتيجي نص تكلفته بره. وكفايه طبعا النظافه، وان احنا ضامنين اللحمه جايبينها ازاي وشكلها عامل ايه، فطبعا بناكل واحنا مطمنين. القطعه التانية من الكايزر بحط عليها برضو صوص كده زي ما انتم شايفين. وبس كده كده خلصت البرجر بتاعي. شايفين شكله حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان اللحمه من جوه جوسي جدا جدا. اللحمه ما نشفتش معايا خالص. لازم نحط الملح والفلفل الاسود على البرجر وهو بيستوي، بلاش نحطه قبل ما يستوي، لاني هينزل كل السوائل اللي فيه. اعملوه وجربوه هيعجبكم جدا. شايفين؟ بصوا الصوص وهو بينزل. انا برضو عايزه اوريكم البرجر من جوه عامل ازاي. شايفين شكله؟ مش قادره اقول لكم، اصلا طعمه كمان كان احلى من شكله بمراحل الصراحه. شايفين؟ بصوا جوسي قوي قوي.
يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير.